إذا أقول خلال دقيقة ممكن شخص انضحك عليه وخسر آلاف الدولارات بسبب رسالة ما أخذت منه أكثر من 10 ثواني حتى يضغط عليها، هل راح تصدق؟ اليوم راح أختبر معلوماتكم، راح أعرض عليكم أكثر من موقف، وإذا انخدعت بموقف واحد فأنت ممكن تكون الضحية الجاية. لا تغش وجاوب بينك وبين نفسك. وبآخر الفيديو راح أعرض لكم أصعب خدعة والصدق أغلب الناس يفشلون بيها. الاختبار الأول، تخيل هسه تلفونك قام يدق أو يرن، قال لك السلام عليكم احنا من البنك، لاحظنا محاولة دخول مشبوهة على حسابك، إذا تريد نوقف العملية نحتاج منك رمز التحقق اللي راح يوصلك هسه. شنو راح تسوي؟ إذا قلت راح أعطيهم الرمز فأنت انخدعت. ليش؟ لأن البنك ما يحتاج رمز التحقق حتى يتأكد منك. رمز التحقق مو إلهم، أي شخص يطلبه منك حتى لو ما يعرف اسمك ورقمك اعتبره محتال. هذا الاختبار الأول. الاختبار الثاني، إذا إجاك إيميل مكتوب بيه تم إيقاف حسابك جوجل الخاص بيك، اضغط هنا 5 دقائق حتى تسترجعه، والإيميل شكله رسمي والشعار موجود وكل شي مرتب. السؤال، راح تضغط؟ إذا إيه فأنت وقعت بالفخ. المحتالين ينسخون المواقع الأصلية بنسبة كبيرة جدا. أنت تدخل إيميلك، تدخل كلمة السر، وبمجرد ما تضغط تسجيل الدخول كل معلوماتك راح تروح إلهم. معلومة مهمة، خل أوضح لك شغلة، الهكر الحقيقي مو دائما يحاول يخترق جهازك، مرات يخليك أنت بنفسك تعطيه كلمة السر، وهذا يسموه الهندسة الاجتماعية، يعني يهاجم عقل الإنسان وما يهاجم الكمبيوتر الخاص به. هسه ننتقل للاختبار الثالث. صديقك دز لك رسالة قال لك أخويا أنا بورطة حول لي مبلغ بسرعة وأرجعك إياه باكر، شنو راح تسوي؟ إذا تعرفه زين يمكن تصدق، بس المشكلة يمكن حسابه مخترق، لهذا لا تحول أي فلس، اتصل بيه، إذا رد عليك بصوته تمام، إذا لا ورفض الاتصال لا تحول أي شيء. الاختبار الرابع، واعتقد الكل شافه، مبروك ربحت ايفون، ربحت 5000 دولار، ربحت سيارة، ربحت بيت. السؤال، انت فعلا شاركت بمسابقة؟ اذا الجواب لا، لعد اذا شلون ربحت؟ المحتال يعتمد على الطمع، كل ما استعجلت كل ما زادت فرصته يسرقك. هذا الاختبار الرابع. الاختبار الخامس وهذا اخطر اختبار حاليا، يجيك شخص يعرف اسمك، يعرف مدينتك ويعرف رقمك، راح تقول لي مستحيل يكون محتال، بس بالحقيقة هاي المعلومات موجودة مرات يتسربن بقواعد البيانات او منشورات عامة على الانترنت. يعني مجرد ما يعرف اسمك مو معناها شخص تثق بيه. ليش الناس تنخدع؟ لان المحتال ما يخليك تفكر، يخليك تخاف او يخليك تطمع او يحسسك ان الوقت راح يخلص وهنايا يربح. 3 قواعد إذا حفظتها نسبة كبيرة جدا ما راح أي شخص يخدعك حتى لو كان محترف بالهندسة الاجتماعية. القاعدة الأولى، لا تعطي رمز التحقق لأي شخص مهما كان، لو كان أبوك ممكن يكون حسابه مخترق. القاعدة الثانية، لا تضغط على أي رابط وصلك برسالة، سواء كان إيميل سواء واتساب سواء فيسبوك، أي رابط لا تضغط عليه، موقع رسمي بنفسك. القاعدة الثالثة، إذا أحد استعجل لك وقف دقيقة وفكر، لأن الاستعجال هو أقوى سلاح ممكن يكون عند المحتال. النهاية، هسه جاوبني، من أصل 5 مواقف كم وحدة كانت راح تنخدع بيها؟ اكتب الرقم بالتعليقات وأريد أعرف بصراحة. إذا هذا الفيديو وصل 1000 لايك راح أنزل جزء ثاني وبيه راح أجيب رسائل احتيال حقيقية، ونشوف سوا إذا تقدرون تكتشفوها أو لا قبل لا أقول الجواب. ولا تنسون الاشتراك واللايك، وأشوفكم في الفيديو الجاي ودمتم في أمان الله وحفظه.